اسهل قطايف بيتي التحفة ممكن تعملوها من الالف للياء في المطبخ في 10 دقايق وانتي واقفة. شوفوا العجينة جامدة قوي وحلوة وطرية كده، فظيعة حلوة قوي. تعالوا بقى نعملها ونشوف احنا عملناها، في اللي اتلخبط في الاول وفي اللي كان حلو. اوعى تخافوا ولا تستصعبوا خالص المطبخ، ليه تشتريها ب50 جنيه وانتي ممكن تعمليها بكوبايتين دقيق في البيت. هجيب البولة بتاعتي، هحط فيها مجين دقيق وهحط قدهم ميه، مشوا معايا بالخطوات بالظبط عشان تطلع مظبوطه معاكي. وهحط معلقه صغيره خميره فوريه ورشه فانيليا ومعلقه سكر، انا نسيت اقول لكم عليها، احطها قدامكم معلقه سكر في العجينه. وهبدا اقلب كل المكونات الجافه معايا، وهكون مجهزه كوبايتين ميه للعجن دافيين. هبدا باول واحده وابدا ان انا اقلبهم كده، وبعدين اول ما تدوب فيها هبدا احط التانية وابدا ادوب في خطوات مهمة لازم تمشوا عليها. شوفوا الفيديو للاخر وتابعوها عشان تطلع معاكم مظبوطة وحلوة. وهنا بعد ما فضلت اقلبها، لازم بقى الخطوة اللي بعد كده ان احنا نصفيها عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وتخلي العجينة كده مكتلة كده دقيق او كتل دقيق. هصفيها كويس جدا بالمصفى، وبعدين هغطيها بستريتش او هغطيها باي حاجة عندك، وهتسيبيها في حدود نص ساعة او ساعة. كل ما تسيبيها ترتاح كل ما تديكي النتيجة الافضل في الفقاعات اللي بتبقى موجودة على العجينة وانتي شغالة بيها في الطاسة. وبعدين هتجيبي طاسة غير لاصقة ايا كان نوعها ايه، وهتبدأي ان انتي تشتغلي عليها بعد ما تخمر خالص. هنا كنت غطيتها بالاسترتش وسبتها ان هي ايه تختمر كده مع نفسها كده شوية في حدود نص ساعة ساعة الا ربع. شايفين؟ لازم بقى اقلبها، الخطوة دي مهمة برضو، لازم اقلبها كويس جدا جدا عشان الفراغات دي تيجي فيها، عشان الفقاعات اللي بتطلع في القطايف زي بتاع بره وانتي بتقليها. سيبيها ترتاح، ولازم بعد ما ترتاح خالص بتاع حوالي نص ساعة تبدأي تقلبيها كده. هتجيبي اي عندك كوباية ازازة اي حاجة عندك ليها زي بوز كده عشان تعرفي تصبي بيها كويس. وبعدين هنجهز بقى معانا الصينية تكون سخنة والنار تكون وسط. الصينية عندنا بتبقى سخنة والنار بتكون وسط، وابدأ ان انا احطها كده زي ما انتوا شايفين. بدأت ان هي تعمل معايا الفقاعات، اول واحدة او اول اتنين تلاتة ما كانوش إيه يعني مظبوطين الظبطة اللي هي، عشان كان لسه اول تجربة وانا بعملها. بعدين بقى بدأت تظبط معايا وتعمل زي بتاع بره بالظبط اهو. اوعى تتخضوا لو باظت واحدة او اتنين، عادي، لسه الصينية بتاعتك او الطاسة بتاعتك بتسخن عشان تاخد درجة الحرارة المظبوطة وتبدأ ان انتي تشتغلي بيها كويس. وشكرا جدا لمتابعتكم، وعناية ليكم، لو اي وصفة عايزينها ابعتولي ونعملها مع بعض. كنتم مع سارة في وصفات سارة، انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.